يا صباح الجمال، جايبالكوا النهاردة وصفتين للشعر هتخلي شعرك في العيد زي الحرير. اي واحدة بتشتكي ان شعرها هايش وخشن ومش عايز تروح لكوافير عشان مثلا الكوافير مكلف وفلوسه كتير، هعمل لكم حاجة في البيت تعملوها هتخلي شعرك في العيد زي الحرير بجد. بس عايزاكم تحطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة دي، قناتي اكلاتي واختراعاتي، وتابعوا الفيديو معايا بقى عشان تعرفوا الوصفتين دولت ازاي بنعملهم وازاي بنستخدمهم. يلا على طول بقى نصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. وتعالوا نقول بقى بسم الله ونبدأ معايا في أول وصفة. أول وصفة معايا هنا سهلة وبسيطة ومكوناتها عندك في البيت. طبعا احنا في رمضان والزبادي متوافر عندك في البيت. هجيب معايا زبداية واحدة، ماشي، زبداية من اللي انت بتستهلكيها دي، اللي هي الزبداية دي بتحطيها كلها في طبق كده او في بولة بالشكل ده. تمام، بتنزلي الزبدية كده في الطبق كده. تمام، بعد ما بتنزلي بقى الزبدية بتقلبيها بس كام تقليبة كده، يعني كام تقليبة بس كده علشان بس تبقى معايا كريمية شوية. تمام، بعد كده يا حبايب قلبي الخطوة اللي بعد كده هنزل بقى على الزبادي ده هنزل بيضة. البيضة بقى ده يعني بصوا البيض ده عايزة اقول لكم للشعر مغذي جدا جدا جدا، والزبادي طبعا بيخلي الشعر كده طري وبيديله كده غذا. فاهمين انتوا يعني الوصفة دي غذا وفي نفس الوقت بتفرد الشعر وبتطريه وبتنعمه. تمام، لان كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي هنحطها عليه دي كلها حاجات مغذية للشعر، يعني انتي بتغذي شعرك وفي نفس الوقت بتطريه وفي نفس الوقت بتنعميه يعني يعني عناية كاملة. تمام، وكلها حاجات عندك في البيت طبيعية. احنا النهاردة هنعمل الوصفات بتاعتنا بوصفات طبيعية. بعد كده يا حبايبي بعد ما نزلت بقى الزبادي وعليها البيضة، وهنزل عليها معلقة كبيرة من زيت الزيتون او معلقتين تمام من زيت الزيتون. تمام بالشكل ده. هقلب بقى زيت الزيتون مع الزبادي والبيضة بالشكل ده لغاية لما يكون معايا بقى يعني خليط كده. الوصفة دي هتستخدميها على شعرك مرتين في الأسبوع، يعني هتحطيها على شعرك. تمام، هتحطيها كده على شعرك قبل ما تغسليه ولا أي حاجة بتحطيه، يعني بتمسكي كده بقى بتقسمي الشعر كده 4 وبتحطي كده على كل جزء من شعرك بإيدك كده وتفردي بايدك وتفردي بايدك وتفردي، يعني لازم الشعر يكون متسرح. ما تحطيش الوصفة على الشعر هو الشعر مش متسرح. تمام، دي حاجة علشان تفرد معاكي الشعر بسرعة. بعد ما بتحطي الوصفة على شعرك، تمام، وعلى كل شعرك بقى والاطراف كده تعمليها على الاطراف كويس كده. بتسيبيه لمدة ساعة على شعرك. بعد كده يا حبيبتي بتخشي بقى تغسلي شعرك بالشامبو والبلسم عادي جدا وتشطفيه. تمام، تعالوا بقى ندخل على الوصفة اللي بعدها. الوصفة اللي بعدها برضو حلوة قوي قوي قوي، ودي بصراحة يعني انا بعتبرها الوصفة التحفة، يعني بحبها قوي. بصوا يا حبيبي، بصوا حبايب قلبي، انا بجيب هنا معلقتين كبار من النشا، بنزل على معلقتين كبار من النشا كوبايه الا ربع من الميه. ولو هقول وهنرفعها على نار هاديه، نار هاديه ليه؟ علشان انا عايزه القوام ده يعني يتقل سنه، يعني زي ما بتعملي كده مهلبيه كده ورز بلبن. تمام، هتحطيه على النار وتفضلي تقلبي. لو حسيتي ان القوام كلكع معاكي كده او تقل معاكي قوي زودي كمان ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، مفيش اي مشكله، بحيث ان انا عايزه القوام ده. تمام، هو القوام ده اللي انا عايزاه. تمام كده، تفضلي تقلبي على نار هاديه لغايه لما توصلي للقوام الكريمي ده. بعد كده حبايبي اللي هحط ايه بقى، هحط تاني على النشا دي زيت جوز الهند. ويا ريت زيت جوز الهند اللي انت هتستخدميه يكون يعني طبيعي 100%. تمام، يعني اتأكدي كده من مصدر كويس. تمام، انا هجيب بقى زيت جوز الهند وهنزل منه معلقتين او 3 معالق كده على الوصفة بتاعتي دي، على النشا اللي احنا رفعناها على النار دي. تمام، انا هنزل هنا 3 معالق. هتحطي بتاع ال3 معالق بقى
زيت جوز الهند كده بالشكل ده على النشا، وهتقلبي. تمام. هتقلبي بقى، ندخل بقى زيت جوز الهند مع النشا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين؟ عايزه اقول لكم بقى الوصفه دي بجد يا جماعه رائعه رائعه رائعه، جربوها وعلى ضمانتي هتعجبكم. برضو هتمسكي الشعر وهتقسميه 3 كده 4 5 زي ما انت عايزه. المهم بس يعني ما تحطيش الوصفه دي على شعرك غير وانتي شعرك متسرح، لازم يكون متسرح عشان هو بياخد كده الوضع بتاع الشعر، عشان يكون مفرود. بعد ما بتحطيه بتسيبيه بقى على الشعر برضو ساعة. والوصفة دي بتستخدميها مرة واحدة في الأسبوع، مرة واحدة بس. بعد كده بتغسلي شعرك، بعد ما بتسيبيها ساعة بتغسلي شعرك بالشامبو وبالبلسم عادي جدا، وبتنشفيه وشوفي بقى وادعيلي. يا رب تكون الوصفتين عجبوكوا. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد. بحبكوا قوي. اسيبكم ان شاء الله في حفظ الله، واشوفكم ان شاء الله في وصفة جديدة. مع السلامة.